لا مفيش حاجه اسمها نازله مع خطيب، في حاجه نازله مع خطيبك، اخوها يبقى معاها، امها تبقى معاها، ابوها يبقى معاها. اظن احنا شرحنا لك، يلا لو سمحت. عاملين يا جماعه ايه الاخبار؟ النهارده هنتكلم عن شخص كده لازم يكون معانا يعني في حياتنا، اللي هو خالك. طبعا يا جماعه احنا بنحب خلالنا يعني. انا بتكلم طبعا عن رامي عادل. احترم نفسك. طب عاوز تنك ايه؟ رامي عادل يا جماعه من الناس يا جماعه ان انا بحبهم جدا جدا جدا، بس للاسف بيعمل حاجات كده بتخوفني منه، بحس ان هو بيهددني بس بشكل اوضح. عارفين خالك اللي ما بيحبكش، اللي ما بيحبش وجودك اصلا في الحياه، هو ده نفس الشخص. البحث اللي ما فيهوش كلام، القرآن الكريم. سبحانه سبحانه. طبعا انا مش عايز اتكلم طبعا عن نصايح كتير جدا 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 اللي رامي عادل بيعملها. من ضمن طبعا النصايح دي مره واحد كلمه ان هو كان خاطب يعني كذا مره والجو ده. خطيبي وده خطيبك ومش لا مش خطيبك يا روح امك انت وهي. انا الحضن الدافي. فهو نصيحته كان جميله جدا ليه صراحه. الدنيا قبل الواد ده غير الدنيا بعد الواد ده. ما انت دماغك وروحك مش فيك، انت اللي فيك وفي دماغك الشيطان. طبعا مش عايزين نتكلم عن حاجات كتير جدا هو بيتميز بيها الصراحه. رامي عادل الجماوي الوحيد اللي في الدنيا حاجه زي كده. شكله اللي معاش في كلمه دراعه اكبر من وشي، بس مش عايزين نتكلم عن الموضوع ده كتير عشان ما يضربنيش، فاهمين؟ وشي ده اللي انا بعمل بيه كل حاجه. طب ما تسيب، وانت ابو هشيمه بروح امك ما تسيب، انا مش فاهم. ما بقدر. واشترك في القناه وبهجت صبر هيتصل بيك شخصيا. الو ادخله. ما تقلقش انا قلت له، ولو دوست على زرار الجرس هيجي لك شخصيا. لاننا لا نخشى الا الله يا اولاد. المهم حصل مشكله بين رامي عادل وواحد كده معضل برضه اسمه الدره. ده انت دخلت 2 1 2 وانت اصلا في كندا، انت خدت الكارت الاحتراف في كندا، انت لو في مصر اقسم بالله ما تعرف تاخده. وانا ياخد فيزا يركب اريال. ما تلاقيش مثلا رامي عادل بيتخانق مثلا مع واحد مثلا خريج هندسه، تمام، لان انا ماليش شغل النسوان. يخرب بيت ما يدي. اوعى تفتكر ان انت هتنزل فيديو وانا هنزل فيديو ونبدا حرب فيديوهات. رد يلا. نعم زي الجاموس. لا لازم يتخانق مع حد في الليفل بتاعه. وان لكم في الانعام لعبره. انا عملت ايه؟ فانا مش عارف الصراحه كان بيتخانقوا على ايه الصراحه، بس هما كان ليه علاقه باللبن. حتى المشكله نفسها تخوف ايه. المهم المشكله اتحلت طبعا بمفاوضات عسكريه، القوات الجويه اتدخلت وكل حاجه رجعت زي ما هي والحمد لله يعني كل شيء. هي هتموت ليه كده عليك؟ بعدين شفت صوره البروفايل يعني الحمد لله الذي عافانا يعني. انت جرحتني، انا هبطل بسببك. انا الصراحه مش هقدر اقول على رامي عادل ان هو واحد مثلا مدرسك مثلا او حاجه، لا هو مش مدرسك، هو اكتر من كده، تحس هو خالك وهو بيديك الشعور ده، بيديك شعور ان هو قريب منك، لازم يديك النصيحه بس باسلوبه هو، اسلوب شرس شويه. ده انت بتحط هرمونات ومنشطات للناس اللي بيتابعوا معاك اونلاين. يا